جبت لكم بقى المكان اللي اتصور فيه فيلم الناظر بتاع الجميل علاء ولي الدين، مدرسة عاشور. أكيد فاكرينها. القصر اللي ورايا ده كان مقر مدرسة عاشور، وده الحوش اللي كان واقفين فيه الطلبة، ده السلم اللي كان واقف فيه الناظر، وده واحد من أجمل أفلام علاء ولي الدين، وكانت حاجة جديدة عليه إن هو يطلع ب3 شخصيات، الأب والأم والابن، وكان لايق عليه كل الأدوار. اللقطات الخارجية والداخلية للفيلم جوه المدرسة وبره المدرسة اتصورت في القصر ده. يعني المدرسة من جوه بالأوض بتاعتها، بأوضة المدير اللي هو حسن حسني الله يرحمه، اتصورت برضو جوه هنا. فاكرين برضو لما خرجوا مظاهرة وخرجوا من هنا في الشارع ده، وعلى السلم ده اتقالت الجملة الشهيرة بتاعت علاء ولي الدين: أنا في الشدة شديد وفي القوة قوي. وأنا زي بابا بالظبط في كل حاجة، وفي الشدة شديد وفي القوة قوي قوي قوي. بجد الفيلم ده كان جميل جدا، والكاست كله رائع. احمد حلمي لما عمل دور عاطف، واللي لسه لحد دلوقتي الافيه بتاعه بيتقال اللي هو انا عاطف معاكم ومس انشراح. والممثل الجميل يوسف عيد اللي هو زكريا الدرديري، مدرس تاريخ وفرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي. بصوا افيهات الفيلم ده كله عايشه معانا لحد دلوقتي. انتوا متخيلين الفيلم ده من سنه 2000؟ يعني بقاله داخل اهو في 25 سنه، والإفيهات بتاعته وهو أحداثه كلها عايشة معانا لحد دلوقتي. رحم الله الفنان الجميل علاء ولي الدين، ورحم الله كل الفنانين اللي توفوا في الفيلم ده. القصر ده ما اتصورش فيه بس فيلم الناظر، اتصور فيه كمان فيلم 365 يوم سعادة. فاكرين لما دنيا سمير غانم كانت بتشتغل في مدرسة؟ لقطات المدرسة اللي كانت بتشتغل فيها دنيا سمير غانم كانت في القصر ده، واحمد عز كان عمال بيراقبها من البلكونة اللي في الزمالك، كنت نزلتها لكم قبل كده، بس هم قال يعني بقى ان البلكونة دي قدام المدرسة دي. فطبعا دي كانت في الزمالك، والقصر ده هنا في جاردن سيتي. كمان اتصور فيه لقطات من فيلم سكوت هنصور. القصر ده بقى بتاع مين وحكايته ايه؟ ده حكايته كبيرة جدا. القصر ده بتاع الدكتور علي باشا ابراهيم. اسمعوا حكايته من الاخر، لانه فعلا يستاهل ان احنا نحكي الحكاية دي ونتكلم عن الدكتور العبقري ده. مين الدكتور علي باشا ابراهيم ده؟ بص يا سيدي، الدكتور علي باشا ابراهيم ده كان والده هيبقى سبب في فشله. تعالى اقول لكم ازاي. الحكايه ابتدت من والدته اللي هي الست مبروكه خفاجي، لما اتطلقت من جوزها وهي حامل فيه ونزلت على اسكندريه. الست مبروكه دي كانت ست فلاحه على قد حالها، لا تعرف لا تقرا ولا تكتب. اشتغلت وكافحت في اسكندريه وولدت الطفل علي سنه 1888. ولما كبر دخلته مدرسه الابتدائيه وخد الابتدائيه. وفي الوقت ده الابتدائيه كانت حاجه كبيره قوي، تعادل مثلا النهارده بشهاده الجامعه بتاعتنا. ولما والده عرف وسمع ان هو اخد الابتدائيه، حب بقى ياخده عنده علشان يستفيد من وراه ويشغله معاه في الفلاحه وفي الارض. ولما عرفت الست مبروكه ان ابوه جاي ياخده، هربته على القاهره، ركبته القطر وقالت له انزل على عيله السمنلوطي وكمل تعليمك هناك. وعيله السمنلوطي دي عيله كبيره جدا هناك، والست مبروكه كانت بتشتغل عندهم لما كانوا في اسكندريه. وفعلا علي باشا ابراهيم راح درس في المدرسه الخديويه في القاهره. ولحسن حظه سنة 1896 إن الدولة تقرر تلغي مصاريف مدرسة الطب، وفعلا دخل مدرسة الطب سنة 1897 وتخرج منها سنة 1901. ومن هنا كانت البداية لعلي باشا إبراهيم في رحلته للطب. وخد عندك بقى يا سيدي إنجازات لا حصر لها. مبدئيا كده أول ما اتخرج اشتغل في وزارة الصحة، وهو أول دكتور اكتشف مرض الكوليرا الآسيوية سنة 1902 وعالجها، يعني بعد تخرجه بسنة، اللي الدكاترة الأجانب أصلا معرفوش يكتشفوا المرض اللي كان موجود. برضه هو أول دكتور اكتشف الجمرة الخبيثة وعالجها. وبعد كده راح يشتغل في القصر العيني لما كانت من دور واحد بس. علي باشا إبراهيم كان حابب إن هو يطور القصر العيني ويبقى أكبر من كده، فعجبته حتة أرض دي كانت ملك مين بقى؟ ملك الملك فؤاد. فيشاء القدر إن الملك فؤاد يعيا والأطباء الألمان ما يعرفوش يعالجوه، فيجيبوا له علي باشا إبراهيم يعالجه فيكافئوا بالأرض دي. شوف الصدف يا سيدي وحسن الحظ وربنا لما ييسر الأمور. وبكده بقت الأرض موجودة. فاضل إيه؟ فاضل إنها تتبني، بس البنى بتاعها هيكلف 1,000,000 جنيه. عارفين يعني إيه 1,000,000 جنيه في الوقت ده؟ مبلغ ضخم جدا، اللي هو ممكن يكون بقيمة 100 مليون جنيه دلوقتي واكتر كمان. فيشاء القدر مرة تانية ولحسن الحظ دكتور علي باشا إبراهيم إن علي إسماعيل باشا صدقي يمرض ومحدش برضو يعرف يعالجه، فيجيبوا له الدكتور علي باشا إبراهيم يعالجه. يقول له كافئك بإيه؟ يقول له أنا عايز 1,000,000 جنيه علشان أبني مستشفى. وبالفعل اداله 1,000,000 جنيه
وبنى مستشفى القصر العيني، وكانت تعتبر احسن واكبر مستشفى في العالم في الوقت ده، وفيها احدث الاجهزه والعلاج بالكامل كان بالمجان فيها. واتعرف علي باشا ابراهيم جدا واختاروه رئيس وعميد لمدرسه الطب، وكان اول واحد يعمل نقابه الاطباء ويكون اول نقيب مصري منتخب فيها، وكان اول دكتور يعمل مجله الاطباء والجمعيه الطبيه في مصر. وفضل يطور في الطب كده لحد سنه 1944 جات له ازمه قلبيه وبقى يشتغل قليل جدا. وفي سنة 1947 توفى الدكتور علي باشا إبراهيم رحمه الله، وفضل لحد ما مات عايش في القصر بتاعه ده. واتباع القصر بعد كده، وهو دلوقتي مقر الحزب المحافظين، وفي تمثال نصفي موجود للدكتور علي باشا إبراهيم في كلية الطب. جبت لكم بقى النهارده قصر خطير اتصور فيه مجموعة أفلام حبيناها جدا. القصر أولا اسمه قصر أبو رحاب في المنيل. اتصور فيه ايه بقى؟ اول حاجه اتصور فيها فيلم المراه المجهوله بتاع شاديه وعماد حمدي، فاكرينه؟ اللي هو اللي اتغنى فيه اغنيه سيد الحبايب يا ضنايا انت. اكيد الاغنيه دي فاكرينها، واكيد ناس كتير قوي عارفاها، وخصوصا اللي بيخلفوا بيبيعوا صغننين كده بيشغلوا الاغنيه دي. فالفيلم اتصور في القصر ده، لكن المشاهد الخارجيه فقط. المشاهد الداخليه اتصورت في مكان تاني وقصر تاني، ان شاء الله لو عرفتوا هجيبه لكم. قصر من بره اتصور لما كانت شاديه بتغني اغنيه سيد الحبايب يا ضنايا انت، كانت بتغنيها في الحته دي، وكانت مامة عماد حمدي كانت واقفه في البلكونه هي والدادا بيبصوا على شاديه وهي بتغني لابنها. وكمان لما اخدوا منها ابنها وخرجوها بره القصر كانت واقفه ورا السور وبتبص على ابنها وهو بيلعب في الجنينه. طبعا الفيلم ده حلو جدا، انا بعشقه. والجميله شاديه اللي انا بحبها جدا، الله يرحمها يا رب ويغفر لها. جوه القصر بقى اتصور فيلم جميل جدا بتاع ريا وسكينة، بس بقصة كوميدية، اللي مثل فيه يونس شلبي وشريهان وحسن عابدين. بجد الفيلم ده خطير جميل جدا. انا مش عارفة اتفرجتوا عليه ولا لأ، بس اللي ما اتفرجش عليه يتفرج عليه، لانه فعلا اول مرة اشوف فيلم كان لريا وسكينة وبيحكي القصة بطريقة كوميدية كده. الفيلم ده اتصور سنة 1983، وكان حسن عابدين صاحب السرايا والمأمور اللي بيدور على ريا وسكينة، وشريهان كانت طالعة بدور الشغالة عند حسن عابدين، ويونس شلبي كان خطيبها، ومنتحلين شخصية ريا وسكينة. بصوا انتوا لازم تتفرجوا على الفيلم ده علشان تشوفوا القصة قد ايه كانت جميلة، وبجد كانت قصة جديدة ومختلفة عن ريا وسكينة. كل لقطات الفيلم في السرايا الداخلية والخارجية اتصورت في المكان ده. القصر ده بتاع مين؟ بتاع أحمد بيك مصطفى أبو رحاب. ده راجل صعيدي من سوهاج، جه القاهرة وبنى القصر ده سنة كام؟ سنة 1950، يعني تقريبا من 75 سنة. حكايته ايه؟ ملوش حكاية بصراحة يعني مفيش حاجة مكتوبة عنه غير المعلومات دي بس، أكتر من كده أنا معرفش. لكن القصر كبير جدا، لو نزلت لكم الرسمة بتاعة القصر من جوه ومن بره ما شاء الله القصر الكبير. قالوا كلام كتير على القصر ده، قالوا مسكون ومعرفش فيه ايه عشان هو مهجور، لكن لا هو مهجور ولا اي حاجة. هو بيتصور فيه افلام ومسلسلات كتير، ولسه متصور فيه، لسه بيتصور فيه دلوقتي مسلسل او فيلم، ولكن هو بيتصور فيه افلام ومسلسلات كتير. فمنين بقى بيقولوا ان فيه اشباح وفيه مسكون وفيه كلام من ده؟ طبعا الكلام ده اي كلام، احنا متعودين بس اي حاجة مهجورة بنقول فيها اشباح، لكن هو لا في اشباح ولا اي حاجة، هو يليق عليه. حلو قوي لمسلسلات رعب او افلام رعب عشان تبقوا فاهمين، لكن هو مش كده خالص. وبس كده، دي كانت مجموعه الافلام اللي اتصورت في القصر ده. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك عشان انا شطوره وفولو شير عشان غيركم يستفاد، واستنوني في الفيديو الجاي. انا ياسمين الجلاد، باي باي.